الانيميا كتير قوي من الناس بيشتكوا من الانيميا. المره دي ركز في الفيديو ده عشان هتطلع من القصه دي بمعلومات مهمه ممكن ان شاء الله تخف من مشكله الانيميا واللي بيحصل فيها. طبعا الانيميا هي نقص الحديد، ناس كتير جدا دايره فيها، كبار وصغيرين بيلفوا فيها من سنين. الهيموجلوبين طالع نازل وللاسف مش قادرين يخرجوا منها. نقص الحديد مشكله بتبدو خطيره، لكن بالعكس تماما هو في الحقيقه لانها بتاثر حرفيا على وظائف الجسم كله، من اول طاقتك ونشاطك اليومي، وزنك، لحد كفاءه الجهاز العضلي، العضلات القلب. طيب مهم قوي نركز في المعلومات دي عشان دي هتخليك تتخلص من الانيميا. زي ما احنا عارفين ان الحديد ده معدن بيتلكك، محتاج معامله خاصه عشان الجسم يستفيد منه. يعني ممكن نقول بناخد مكمل غذائي، بناخد حديد، بس للأسف جسمك مش بيستفيد منه وبتفضل تعاني من نفس المشكلة. وده لأن الحديد محتاج فيتامين سي عشان الامتصاص، وكمان فيتامين بي، ودرجة حموضة معينة كمان للمعدة عشان خاطر الجسم يستفيد منه. لو مهتم تعرف الكوليكشن ده تلاقيه فين، سيب تعليق واحنا هنبعت لك الفيديو التفصيلي لحد عندك.